المغاربه اللي داخل الوطن وخارج الوطن، خصوصا الموضوع ديال الناس الساكنه ديال مدينه تبدان بدكم تضامنوا مع داك السيد الله يجزيكم بخير. كاين القاوري كاين المغربي، حنا في بلادنا ديما نعطيو القيمه لولد بلادنا، اما الاوروبي تيبقى اوروبي. باش تعرفوا كي تيتعاملوا مع الشعب المغربي هنا في اوروبا ما تكونش على بالك حبيبي. داكشي علاش خصك تضامن مع داك السيد، الله يجيب ليه الشفاء. وبغينا كلشي الناس يبارطاجيو لي فيديوهات كاملين، لا اللي عندي لا اللي عند الناس اخرين، ماشي على الكونطري ولا على الاشا، ولكن على الاساس باش ياخذ الحق ديالو، باش يقول بان راه كاينين معاه ولاد البلاد كاينه. بينا نخليكم تشوفوا هذا المقطع هذا اللي تيقطع في الخاطر الاخوان ديالنا. زعما شفتو انا مرضني، ولكن تنشكر هذاك السيد بالفقير حتى هو اللي تضامن مع هذاك السيد، حيت هو الاول بدا في هذه القضيه هذه، وانتشر في الصفحه ديالو داك الفيديو، ووضح الناس وكل شيء بفضلو وبفضل هذوك الناس اللي زي الصحافه اخرين تيكونوا تيجوا مع الروبورتاج. وشفنا هذه القضيه هذه جات حشومه من نلوح الفيديو عندي في لاشين ديالي حتى انايا او في الفيسبوك، وبيناتكم تبارطاجيو معنا الفيديو. كما واحد من الساكنه ديال مدينه تبدان، من حقي ندافع على ولد بلادي. كاينه الاخوان ديالنا ولا ما كاينه؟ يلا بارطاجي هذاك الفيديو الا شفتيه حبيبي، وتفرج في هذا المقطع هذا وانا معك. شنو كيضرك فمك وعينيك؟ عيني فمي. كيفاش وقع لك؟ شنو ظهري هنا. شكون ضربك؟ ظهرك؟ اي واحد طيحه. شكون اللي ضربك؟ السراين تحين جلك. لحق الارض؟ اي حتى غيب ما درتي ليه والو؟ ما قلتي ليه والو؟ غير جا وضربك؟ ما خدو منه الدعوة وخدو. ضربك بالخاتم؟ الرأي العام راه خصو ينوض لهاد القضيه هادي، ولا الهيئات الحقوقيه والجمعيات راه خص كلشي يتضامن مع حسن، لان كمجتمع عدوداني راه حشومه ان هاد القضيه تضمس هكذا. نبقاو ديما كنقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا هو اللي كاين. تحياتي. كما تتشوفوا الاخوان ديالنا داك المقطع تيقطع في الخاطر احبابي، وكذلك تنحاول نشوف الام ديالو او الاخت ديالو، ما تيشوفوا الناس تضامنوا معاهم بزاف ما تيحسوش بالحقره، جامي يحسوا بالحقره. انا شفت الروبورتاج ديالهم، زعما ما نكذبش عليكم الاخوان ديالنا، واخا شفت الروبورتاج ديالهم واخا بقى فيهم الحال، ولا كذلك تيشوفوا الشعب المغربي وخصوصا الناس ديال مدينه تبدان اللي واقفين معاهم في هذه الوقفه هذه. بالعكس واخا ولدهم محقور، ولكن كاين خوتو ولاد البلاد اللي دافعوا عليه وخوتو المغاربه. هذاك الشيء علاش بغيناكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، وقد ما طول الزمان قصر راه غادي ياخذ الحق ديالو الحمد لله. حتى المحامون راه واقفين معاه في هذه القضيه هذه، وبزاف ديال الناس واقفين معاه في هذه القضيه هذه. تتعني بينا نشوفوا هذاك الشخص في وسط المغرب تيتعاقب على اساسات، على اساس الحقره والظلم اللي ما تيبغيها لا ربي لا عبدو. اجنبي او ماشي اجنبي كي بحال هنايا كي حماد كي محمد، ما نعطيوش القيمه لواحد ماشي ولد بلادنا ويجي يعيش في بلادنا ونعطيوه القيمه، جامي نعطيوه القيمه حبابي. عرفتوا علاش؟ حيت هنا اوروبا كي حماد كي محمد، المغرب حتى هو يكون كي حماد كي محمد. داكشي علاش خص هذاك السيد ياخذ الحق ديالو. تحياتي لكم حبابي، شكرا لكم ونهار زين معكم، وعلى قريب ان شاء الله غادي نبداو فيديوهات اللي هي زوينه ومحتوى اللي هي زوينه. نموت عليكم والله يسر الامور احبابي، ما سخيناش بكم، ولكن الظروف والوقت هي اللي تتجابنينا باش نحاولوا نطولوا واحد شويه، نلوحوا لكم يوم مره لي ستوري، وهذه نخليوها لكم ديديكاس حبابي. تحياتي لكم الناس اللي يحبونا، ديديكاس لكم. في هذا البث المباشر في مدينة تالودانت، أول خروج إعلامي للأم ديال حسن من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي تعدى عليه واحد الأجنبي. شفت الدري خاطو كضربوا البيكالا مازال تقبل الرجل، هي كاينه تقبل ديال الرجل. داش بينك وبينه شنو بغيتي عنده؟ الدري حتى بعث لي البيكالا وقف، وقف الدري هز الكما ديال تيدو فيها خاتم كبيره، نزل لي على عينيه على حاجبو، لاح الدري ما عقلش في غيبوبه، كيطيحها بالغيبوبه. الجيران كلشي حاضرين ليه، الناس كلشي شايفينه.
جا خرج رجال ناس من الجامع، ولا ديما كاينين بجوج ما كاينينش. هذا واحد مسافر واحد خارج خدمته، حنا جا ولدي يجري قادني عمري ما كان ما قلت ليه اخوك ها كاين ها كاين. شوفي عندك ما يتقال في جهه السي حسن، تفضلي معنا. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خديجه نيتو فقير، رئيسه الفرع الاقليمي للمنظمه الوطنيه لحقوق الطفل بمدينه تارودانت. حسن تعرض لواحد العنف جسدي ولفظي قبيح بزاف من طرف القاوري، كنقولوا ليه حنا القاوري الاجنبي المقيم بمدينه تارودانت بدربقه، عنده الرياض ديالو في دربقه. هذا الانسان صراحه كي كنقولوا بسال بهذا اللفظ هذا بين قوسين، سمحوا لي على هذا اللفظ هذا، بسال بزاف على حسن وبسال بزاف على مدينه تارودانت كلها. هذا القاوري هذا سنوات وهو يستفز السلم والامن والراحه ديال الساكنه ديال تارودانت. سنوات وهو كيجول بواحد الدراجه ديالو وبواحد الراديو ديالو وكبر الصوت بواحد الطريقه خايبه مع الكلاب ديالو، وكيتعدى على الناس وكيدخل بهم الاسواق، في حين ان ربما الا كنا في فرنسا السوق الا دخلنا ليه غلقه البانو فيه ممنوع دخول الكلاب ولا الحيوانات المرفق مع الناس. ولكن تارودانت المدينه اللي كانت هادئه والمدينه الجميله والرائعه والعريقه بناسها وبمضيافين، حنا ماشي ضد اي اجنبي يجي يسكن معنا، حنا مرحبا بالاجانب كامله. تارودانت راه معروفه عبر التاريخ، يعني كتستقبل واحد المجموعه خليط من الاجناس، ولكن باش نستقبلوا هذا الانسان هذا راه صراحه يعني شيء مخزي ويدمي القلب بزاف. انا صراحه ضرني في خاطري بزاف فاش تعدى على هذا السيد هذا. انسان واحد بحال بنادم مثلا، تصور انا مثلا كون كنت بنادم واقف ضربني راه غادي نرجعها ليه، راه ما غاديش نتسنى انا شي حد ياخذ لي حقي ولا ناخذ حقي في الاول وديك الساعه نتابع مع القضاء والامور الاخرى. ولكن حسن راه ما كيضرب حتى شي واحد، ما كيقيس حد، ما ردود افعاله يديه ما لا اله الا الله محمد رسول الله. وبالتالي التقديم اللي داز في المحكمه يوم الاثنين، ومن هذا المنبر كنشكر المحامون صراحه اللي يوقفوا وقفه واحده مع الملف وتطوعي يعني بدون مقابل في هذه النازله ديال حسن. كنتنا كنتسناو نأمل يعني الحكم يكون منصف. صراحه ساعه لقينا الحكم يعني اولي، هو نعتبره اولي، لان الجلسه ان شاء الله غادي تكون نهار 29 شهر 9 اللي خرج الشهر هذا اللي داخل 29 شهر 9 القاعه رقم 1. كنلقاو صراح يعني اعتقال في حاله صراح ومكاف الكفاله سمحوا لي، الكفاله ديال 3000 درهم. انا ما كنطالبهمش يديروا كفاله ديال اكثر، ولكن كفاله 3000 درهم ولو يكون مبلغ اكس مقابل هاد الشيء اللي وقع لهاد السيد هذا بالسكانيرات ديالو، بالدقات اللي كانوا، بالامور، بالردود افعال اخرى اللي مورا اللي ترتبت عليه. يعني الراجل ما بقاش كينعس، الراجل لا كيخاف، الراجل كيمد ليه شي حد في خوتو يديه كيصعب واش غيضربو. وهنا راه هذا ضغط نفسي قوي اكبر من هاد الدقه هذه. يعني الضغط النفسي اللي عنده هو، يعني الانسان دابا شنو دابا غادي نديروا لهذا؟ دابا الا جينا نشوفوا بمقابل هذا القاوري هذا ناعس مرتاح مع راساته. حسن من ذوي الهمم يجب ان ينصف، وحنا املنا في الله تعالى، دائما اقولها واعيدها، والامل الثاني في القضاء المغربي، بغيناه ينصف هذا السيد هذا، والجميع ان شاء الله يكون في صفنا باذن الله تعالى. شكرا لكم جميعا.